ومعنا محمد سعيد مراسل أورينت نيوز من حلب. أهلا بك محمد. قصف على حي سليمان الحلبي، أيضا على الزبدية الأنصاري السكري، وسط حالة نزوح كثيفة. ضعنا في تفاصيل الوضع. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني القصف حقيقة ما يزال يستهدف معظم مناطق مدينة حلب. لعل القصف الأقوى الآن على مناطق الإذاعة، حيث تدور أيضا اشتباكات في نفس الوقت. والقصف أيضا الآن منذ ساعات قليلة على منطقة الميدان وسليمان الحلبي وعلى مناطق مساكن هنانو، هذا بخصوص المدينة. أما في الريف فهناك قصف على منطقة قبطان الجبل وعلى مناطق من دارة عزة، حتى استشهد أحد الشباب نتيجة القصف العشوائي وجرح العديد نتيجة القصف في منطقة عزة. أيضا هناك كان قصف عنيف جدا حقيقة الآن على منطقة الباب. 3 طائرات حربية الآن كانت تحوم وتقصف هذه المدينة، بالإضافة إلى قصف على منطقة أيضا البزاعة القريبة من مدينة الباب. أريد أن أتطرق الآن إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي مدينة حلب. نعم. حقيقة اتصل بي عدد من الأهالي وضعهم مأساوي. قالوا بأنهم حقيقة لا يملكون الليرات السورية القليلة لكي يشتروا بها ثمنا باهظا من الطعام لأطفالهم. يريدون مساعدات إنسانية لأنهم الآن عاطلين على العمل ولا يوجد لديهم ما يطعمون به أطفالهم. أيضا هناك وضع مأساوي على الحدود التركية السورية. 5000 لاجئ الآن متواجدون على الحدود التركية السورية، وهم بحاجة ماسة إلى كافة أنواع الغذاء، وجميع هذه الدعم، جميع حالات الدعم لا تصلهم. البارحة كان هناك نقص في مادة الحليب للأطفال. عندما كانت مراسلة سكاي نيوز في جولة في الحدود التركية السورية، لاحظت أن الأطفال ليس لديهم حليب كافي لكي يقوموا ماء صحي لكي يقوموا بإنشاء مادة الحليب للأطفال. فتتبرعت ب $500 من عندها لكي يقوم بتأمين مادة الماء الصحي لكي يقوموا بتأمين مادة الحليب للأطفال. يعني هذا دليل على أن ليس هناك أي دعم حقيقة لهذا اللاجئين على الحدود التركية السورية. أيضا تفشي الأمراض بين الأطفال الآن أصبح أمرا كارثيا وحقيقيا. جميع هذه الأمور في مدينة حلب من الأوضاع الإنسانية كارثية في ظل غياب دولي حقيقي. نعم، شكرا لك محمد سعيد مراسل أورينت نيوز. عذرا على المقاطعة لنفاذ الوقت المخصص. شكرا على هذه التفاصيل. توردت